السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكاون فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، خصوصا إن الفترة دي فترة فاينل انترفيوز في أغلب البنوك. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم على كل ما يخص الانترفيو بجميع أشكاله بجميع أنواعه في البنوك المصرية والأجنبية والخاصة. إن شاء الله في الفيديو النهاردة، في موضوع الفيديو النهاردة هنتكلم على الفون انترفيو، هنتكلم على البيرسونال انترفيو، هنتكلم على التكنيكال انترفيو. الفيديو ده شامل كل البنوك المصرية، بنوك الخاصة والبنوك الأجنبية. بإذن الله هتكلم عن تفاصيل أغلب البنوك أو كل البنوك بمعنى أصح، أو البروسيس نفسها في حوار الانترفيو ده بتمشي ازاي. طب انا ما بعرفش ارد، طب انا فريش جراد، طب هنتكلم على كل الاستفسارات دي باستفاضه ان شاء الله. تمام. في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها، اللي هو بصفه عامه الستبس واحده او الاسئله واحده او التايب اوف كويشنز نفس واحد، هو نوع السؤال واحد بيتسال، او زي بروسيس واحده، بس باختلاف الفايبس، باختلاف طريقه السؤال، باختلاف لغه السؤال سواء انجليش او عربي. فخلينا متفقين سوا ان البيز بتاعنا، الاساس بتاعي في اي انترفيو هو واحد، سواء بقى ده بنك اجنبي، سواء ده البنك الاهلي مثلا، انا رايح اعمل انترفيو في البنك الاهلي المصري، او انا رايح اعمل انترفيو في بنك اتش اس بي سي، ده بنك بريطاني اجنبي وده بنك مصري. سواء انا اعمل انترفيو في ده او اعمل انترفيو في ده، انا في كلا الحالتين البيز بتاعي والاساس بتاعي واحد. هما شويه ستيبس كده لازم نتفق عليهم بصفه عامه، بعيدا عن نوع الانترفيو بقى، هل هو بيرسونال، هل هو تكنيكال، هل هو فون انترفيو مكالمه. هو بيز واحد لازم اتفق عليه، اللي هو ايه؟ الثقه. دي اهم حاجه، ان اكون بتكلم بثقه، ان اكون بتكلم بثقه. دي بالنسبه لي، دي المفتاح بتاعي اللي افتح بيه اي انترفيو. اتكلم بثقه في النفس، انا راجل واثق في نفسي، انا مش فارق لي اي حاجه، دي مش نهايه العالم، ده مجرد تقييم ليا، مجرد تقييم بسيط كده، ايفالويشن لنفسي، اشوف دنيتي فيها ايه. دي مش حربيه، دي حاجه بسيطه جدا، انت رايح تجرب وتشوف الدنيا فيها ايه. لو كاتب لك رزق ربنا هتلاقي ربنا ميسرها لك، لو لقيت الدنيا مقفوله اعرف ان مش خير ليك ولا رزق ليك، ففكك منها خالص. بس اهم حاجه بالنسبه لي اكون واثق في نفسي. انا مش اتش ار بسيط هو اللي هيخليه، ده موظف مش هيخليني ايه ثقتي تروح من نفسي. تمام. يبقى الثقه في النفس دي اهم حاجه. طب الثقه بالنفس دي مش هتيجي غير لما اكون مجهز نفسي صح قوي 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 قوي. حلو، ده حقيقي. بس زي ما اتفقنا البيز بتاعي هو الثقه، دي رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه لي اهم حاجه في الانترفيو، المظهر. دي بص مش عايز اقول لك عليها كام في المية من نسبة قبولك. طب المظهر ده، كولاد مثلا، كولاد البدلة تكون فورمال كاملة، كاملة بالجرافت بكل حاجة، جزمتي ممسوحة، دنيتي مظبوطة، شعري قصة مهذبة جدا، سواء مدرج تدريجة بسيطة او ظابط الدنيا كده. دقنك، دقن بص من اهم الحاجات برضو، لا نشيلها خالص، لا ندرجها تدريجة بسيطة بشكل مهذب حلو قوي. تمام. يبقى المظهر ده لا يقل أهمية عن الثقة. كأولاد بدلتي، شعري، دقني، برفن كده ريحته كويسة، مش ريحته اوفر قوي، برفان خفيف كده، كده انت 10/10 يا معلم، زي الفل. تمام. تمام. طب بالنسبة للبنات طبعا بدلة فورمال برضو،
وكمان لبس بقى يكون ايه، يعني انا مش ماليش قوي في لبس البنات، بس اللي نعتمد فيه اللي هو يكون سيمبل قوي على قد ما نقدر، اللي هو بدله فورمال ولبس بسيط. بس اللي نعرفه عنه من اتش ار زمايلنا اللي هو بلاش كوتشي. بالنسبه للبنات كتير كوتشي لا، ممكن نلبس اي جزمه فورمال تبعكم انتوا بقى في لبسكم، انا مش عارف، بس بلاش كوتشي عشان دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل رفض ليكوا. والميك اب بيكون شبه معدوم، هي والاكسسوارز. يبقى بالنسبه للبنات فورمال، لبس بسيط، كوتشي لا، اكسسوارز و ميك اب بسيط جدا. تمام تمام تمام. كده بالنسبه لي ثقه مظهر، بالنسبه لولاد بالنسبه لبنات، ودول البيزك بتاعي في كل حاجه. حلو جدا. نتكلم بالتفصيل على كل انترفيو والدنيا فيها ايه. في بعض البنوك زي مثلا ندي مثال زي سي اي بي، زي ايه كمان، سي اي بي، زي مصر. البنكين دول كمثال يعني بيعملوا حاجه اسمها فون انترفيو قبل اي حاجه. ده بنسميه عندنا في القطاع المصرفي تقييم مبدئي، اللي هو معنى اصح initial evaluation ليك، حاجه مبدئيه كده. بتكون عباره عن ايه؟ دي ابسط حاجه خالص. إيه، بتكون مكالمه من اتش ار، بتسالني مجموعه اسئله. اول حاجه قدم نفسك او عرفني بنفسك. دي بتتقال بقى باكتر من طريقه، ممكن تقول لك tell me more about yourself او introduce yourself. تمام، هو قالت لي كده فانا خلاص عرفت انا هقول ايه. طب انا هقولهم ازاي، ولا ترتيبهم ازاي، ولا دنيتهم ايه؟ هقولهم كده، هقول اسمي my name is كذا او I am كذا، الاسم بالانجلش بسيط خالص، السن، الكليه، معها التخصص، معها التقدير. حلو. اي كورسات اخدتها، يبقى كده اسمي، سني، كليه، تخصص، تقدير. اي كورسات اخدتها، اي تدريب اخدته. طبعا دي تقولها بالطريقه اللي انت تحبها والاسلوب اللي انت تحبه، انا مش شايف طريقه معينه. اي تدريبات انت اخدتها، واي شغل سابق، اي اكسبيرينس عندي. دي بكل وضوح خالص، انا اسمي كذا، عندي سني كذا، كليتي كذا، تخصصي كذا، تقديري كذا، ومعايا كورسات كذا وكذا وكذا، والاكسبيرينس بتاعي اكسبيرينس ار، واذكر بقى كل اللي انت اشتغلت فيه. عندي 2 نوت بالظبط عايز اقولهم في الكورسات، وانت بتقول لي الكورسات وانت بتقول لي التدريبات. الكورسات انا مثلا خدت انترنشيب في سي اي بي مثلا، خلاص انا اقول انا خدت في كذا، بس انا اتعلمت كذا واتعلمت كذا. يبقى في 2 بوينتس كده انت اتعلمتهم تذكرهم لي. تمام. طب انا اشتغلت، انا كنت راجل محاسب في شركه المونيوم، خلاص تمام، انا كنت محاسب في شركه المونيوم، كنت مثلا فاينانشال اكاونتنت في شركه المونيوم، واتعلمت بعرف مثلا اعمل ريكوردنج لكل ترانزاكشن، او بعرف اعمل انالايزنج للفاينانشال ستيتمنت، او بعرف اعمل تراس للكوستس، بتتبع التكاليف بتاعي. هتكلم عنها ازاي؟ لازم لما اقول اي اكسبيرينس ليا برضه اقول الريسبونسبيلتيز بتاعتك. انا كنت بعمل ايه يا باشا، انا كنت مسؤول عن ايه، انا كنت شغال محاسب في كذا، وكنت بعمل كذا وكذا وكذا، بهندل كذا وكذا. تمام. حلو جدا. يبقى دي باستفاضه لما يقول لي tell me more about yourself في الفون. طب بيسالني في ايه تاني في الفون؟ احنا كلنا ده بنتكلم على الانترفيو، خلاص احنا كده تعالى نقسمهم نقطه نقطه بالراحه كده. احنا كده كده بنتكلم على الفون انترفيو. هو اتكلم هنا قال لي ايه؟ خلاص انا عرفت اول سؤال، tell me more about yourself. حلو جدا. او introduce yourself، احنا قلنا الطريقه بتاعها وكده ضن اول حاجه زي الفل. هتقول لي ايه تاني؟ إيه بصفه عامه هتقول لي مثلا تعالى نتكلم على سي اي بي. السؤال الاشهر هناك، تعرف ايه عن سي اي بي؟
what do you know about CIB. طب ماشي، حلو جدا، انا خلاص ثبتها بقى. انا بالنسبه لي راجل بقدم على التعمير والاسكان، يبقى خلاص انا افتح ويب سايت التعمير والاسكان، اجيب حاجه اسمها اباوت اس، دي الحل بتاعها من حاجه اسمها اباوت اس او عن البنك. دي بقى على ايه؟ على اي ويب سايت بنك، على اي موقع بنك انا مقدم له وعندي انترفيو فيه، على اي موقع هتخش على اباوت اس دي، تجيب الداتا بتاعته بقى، تعرف عنده كام، عدد الفروع بتاعه، تعرف لي عدد ماكينات الاي تي ام، تعرف لي منتجات البنك نفسه، تعرف لي اي جوائز، اي جوائز خدها البنك. كل ده هتلاقيه على الويب سايت ده. حلو، حلو. يبقى انا راجل مقدم على بنك، وجالي مثلا على لينكد ان نوتيفيكيشن ان البنك ده عمل فيو للابلكيشن بتاعي، اللي هو خلاص بص على الابلكيشن بتاعي. فخلاص باشا، انت اعتبر نفسك انت الفتره الجايه هتلاقي مكالمه من البنك ده، من اتش ار، قالوا ازيك يا محمد عامل ايه، ويسالني الاسئله دي. فخلاص احنا قلنا خدنا سي اي بي كمثال، احنا بنتكلم دلوقتي على كل البنوك بصفه عامه. هخش على موقع البنك ده، اعرف عدد الفروع، اعرف عدد الاي تي امز، اعرف منتجات البنك، اعرف جوائز البنك، اعرف المدير التنفيذي للبنك، وده طبعا هتلاقيه على الويب سايت. يبقى دي المعلومات اللي اقدر المها، عدد الفروع، عدد الاي تي امز، وكمان عدد الجوائز ومنتجات البنك والمدير التنفيذي. وبعض البنوك بيبقى عندهم برامج خاصه كده، يعني مثلا ايجي بنك مصر الخليجي عنده برنامج خاص كده بيه، حاجه اسمها برودكت خاص بيه اسمه منت، ده خاص بالشباب. ده لازم تبقى عارفه طبعا، حاجه بتميز البنك ده. ده برضه هتلاقيه على الويب سايت. يبقى انا كراجل انا بخش على الويب سايت، ابقى اقعد اتصفح كده والم الحاجات المهمه اللي اقدر الاقي فيها سؤال اتساله، فاقدر ارد بيه، اقدر ارد اجابه واضحه واجابه ايه، سلسه. تمام. يبقى لغايه دلوقتي في الفول انترفيو عرفنا tell me more about yourself، وعرفنا هنرد عليها ازاي. what do you know about CIB، what do you know about تعمير واسكان، what do you، قول لي اللي انت عارفه عن بنك مصر، عن بنك كذا. انا اخش على الويب سايت اجيب شويه داتا واتكلم عنه. دول بالنسبه لي اهم سؤالين في الفون انترفيو. تمام، تمام. نكمل. وارد جدا برضو يسالني ايه تاني. كده احنا معانا سؤالين، نخش على السؤال الثالث. يقول لي عملت ايه بعد التخرج. هو طبعا بيقوم قالب الدنيا عربي في الاغلب في الفول انترفيو. هيقول لي عملت ايه بعد التخرج. عملت ايه بعد التخرج، ده سؤال كتير بيقع مننا فيه. انا اقول لكم رد حلو قوي عليه. عملت ايه بعد التخرج؟ انا راجل مثلا خريج 24، ما للاسف ما اشتغلتش. طب خلاص انا اعمل ايه؟ عكيت في شغل هنا وعكيت في شغل هنا، ما عنديش اجابه مناسبه عارف اقولها. نتكلم الاول في حاله ان انا راجل اشتغلت هتقول له انا اشتغلت في كذا، اي اكسبيرينس عندي. هيقول لك حلو، كنت بتعمل ايه؟ كنت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، واحد اتنين تلاته، بس اشتغلت في ده، ده اللي انا عملته. طب انت موجود حاليا في الشغل؟ اه موجود. بلاش نقول احنا حتى لو كنا سبناه، ما ينفعش نقول سبناه، خلينا نقول اه موجودين في الشغل ده، احنا لسه مستمرين، مفيش مشكله خالص. تمام، تمام، حلو جدا. ايه اللي انا كاتبه ده؟ اه موجودين. تمام، زي الفل. آه... طب انا بالنسبه لي لو انا ما اشتغلتش بقى هعمل ايه؟ هقول له انا كولد بقى، هقول له والله لا، انا حاليا من بعد التخرج قعدت بتاع 4 ل6 شهور. يعني دي اجابه يعني هروب شيك شويه، يعني من 4 ل6 شهور انا كنت عندي مشاكل في شهاده الجيش بتاعي. لو انت مثلا عندك اعفاء وكده، عندي مشاكل في شهاده الجيش، بحاول اخلص ورقها. ده رد مثلا للهروب من فتره انت كنت قاعد فيها وفري بيريود كده من غير شغل، ممكن ترد الرد ده. والله كنت قاعد بقالي فتره بخلص حوار الجيش دي عشان كان عندي مشكله في الورق وكده. تمام. انما عملت ايه بعد التخرج، احنا الطبيعي خالص بنرد بنقول ايه؟ بنقول الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناه قبل كده. حلو. ايه السؤال اللي ممكن يسالوا لي كمان؟ يسالني يقول لي طب خدت اي انترنشيب قبل كده، خدت اي تدريبات قبل كده؟ اه اخدت اي تدريبات، واذكر كنت بتعمل فيها ايه. تمام، تمام. سؤالين كمان ممكن يسالهم لنا.
ممكن يقول لنا السترينث بتاعك والويكنس، نقاط الضعف بتاعي ونقاط القوة. آه، دي برضو انت تجهزها باسلوبك اللي انت تحبه، كنقاط قوة ونقاط ضعف. انا بقول لك بس المين كويشنز او المين ايدياز، وانت تعامل انت بقى، شوف مصادرك ورد انت بالاسلوب اللي انت تحبه، وشوف الرد اللي هو يبقى ايه مريح بالنسبة لك. لغايه دلوقتي تمام. طبعا لغايه دلوقتي الاسئله، ده السؤال الرابع كمان او الخامس، الرابع والخامس، بس الاسئله لغايه دلوقتي يعني ممكن تبقى اقل من كده بكتير، بس انا بحاول اجهزك بصفه عامه عشان تبقى ايه، تبقى جاهز. عرفت ايه عن البنك، عملت ايه بعد التخرج، قدمت نفسك، نقاط ضعفك، نقاط قوتك. ممكن برضو يسالني difficult situation، موقف صعب مريت بيه. طبعا هتقول له مثلا كنت في الكليه وعندي ديدلاين اسلم كذا شيت مثلا، او اسلم كذا مشروع، والوقت كان قليل جدا، بس الحمد لله عرفت اضغط نفسي واوصل له. لا طبعا رد حلو قوي، كنت قلناه زمان في انترفيوهات كتير، فممكن نقوله برضو. او ممكن انا كنت مثلا شغال في شغل مثلا، ممكن تذكر حاجه وتقول له كان عندي ديدلاين اسلم عدد فواتير انفويسز معين، والوقت ما اسعفنيش، بس انا ضغطت نفسي وقسمتها صح، وقسمت الوقت صح ووصلت لها. الفكره انك ترد على الديفيكالت سيتويشن باسلوب اللي هو انا كان عندي مشكله ووصلت لها الحل بطريقه كويسه عن طريق الترتيب والتنظيم. اتفقنا؟ اتفقنا. مش هتحتاج اكتر من كده في الفون انترفيو، بيبقى بسيط جدا. ندخل على البيرسونال انترفيو، اللي هو البعبع بالنسبه لناس كتير. بالنسبه للبيرسونال انترفيو، بالنسبه للبيرسونال زي ما اتفقنا، اهم حاجه المظهر فيه، لبسي مهم جدا. اخد ورقي كامل، اخد دنيتي كامله، مظهري كويس، لبسي كويس، الصوت، التون بتاع الصوت بتاعي متوسطه، مش عايز صوت عالي، مش عايز صوت عالي خالص، مش عايز صوت واطي خالص يفضل يقول لك انا مش سامعك انا مش سامعك، لا علي صوتك. لا، انا عايز راجل بيتكلم، صوت كويس متوسط برقي كده، صوت، المظهر تمام والصوت. وكمان حاجه مهمه جدا، الابتسامه، ابتسامه خفيفه، خفيفه ومش مستدامه دايما، ومش اوفر، مش اوفر، ها، مش اوفر. تمام. ده البيزكس الاول. الاسئله بتاعتنا هيجي يسالنا، طبعا انا اكون جهزت نفسي عن طريق اللي انا قرات عن البنك. انا خلاص بقى، انا راجل قرات عن البنك على الويب سايت، قرات عن البنك كويس قوي، وقرات عن البوزيشنز بتاعي، البوزيشن بقى بتاعتي اهم حاجه دي بقى. انا البوزيشن بتاعي، انا راجل رايح تيلر مثلا، انا راجل صراف يا باشا، خلاص انا راجل خزينه، وانا رايح على البوزيشن دي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا لازم اكون عارف شويه ستيبس كده، او شويه حاجات عن التيلر دي. اهمهم مثلا ان انا اكون عارف المهام الخاصه بالتيلر، التيلر ده مسؤول عن ايه، المهام اليوميه بتاعته ايه، اعرف المشاكل اللي بتواجهه، ايه اللي ممكن يواجه التيلر كمشاكل، ازاي يحلها. طب في حاله غضب العميل اتعامل ازاي، امتى ارجع لمديري. كل الحاجات دي لازم تبقى عارفها. بس اهم حاجه هي تلزمني الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن ده هلاقيه فين؟ هلاقيه على الفرصه نفسها، على الفرصه اللي انا مقدم عليها، الفاكانسي نفسها اللي انا مقدم عليها على ويب سايت البنك، او على الميل، او على لينكد ان. هتلاقي جوب ديسكريبشن، او مثلا على سي اي بي بتلاقي الجوب ديسكريبشن على الويب سايت نفسه. الجوب ديسكريبشن، الوصف الوظيفي ده، لازم تبقى عارف كل حاجه فيه عشان انت 100% هتتسال فيه. بس اهم حاجه اللي يلزمني فيه المهام، اهم حاجه دي. هو بيعمل ايه؟ ده راجل بيعمل عمليات السحب والايداع اليوميه، ده الواجهه بتاع البنك، ده واحد من اهم عناصر البنك، ده هو العمود الفقري بتاع البنك ده. كل حاجه معتمده عليه. لازم يكون في شويه، والصفات لازم برضو نعرف الصفات اللي بتتوفر فيه. لازم يكون في الامانه والتركيز والهدوء النفسي وعدم العصبيه وتقبل الراي الاخر واستقبال العملاء. وهو شغال وظيفتين في شغلانه واحده، استقبال وتعامل، وهو واجهه البنك. كل الحاجات دي لازم تبقى عارفها مثلا تيلر، فانا هعرف اتعامل من المبدأ ده. تمام. وشتان الفرق بقى لو مثلا كاستمر سيرفيس سي اس، فاعرف كل المهام بتاعه عن طريق الجوب ديسكريبشن برضو، واعرف اتعامل ازاي بعد كده. تمام. اللي هو كل البيزكس بتاعي عباره عن ايه، او دنيتي فيها ايه، لازم اكون عارفها. انا رايح هشتغل شغلانه، يبقى لازم اكون قارئ عنها. تمام. حلو قوي. يبقى كده مظهري وصوتي وابتسامتي، وقرات عن البنك، وقرات عن التيلر.
والاسئله بقى المتوقعه يسالها لي زي ما اتفقنا: tell me more about yourself, your strengths, your weakness. يسالني عن البنك براحته بقى: عدد فروع، عدد ماكينات، المدير التنفيذي. لغايه دلوقتي تمام، مفيش اي مشكله في كلامنا دوت. ارباح البنك برضو على الويب سايت، والاداره الرئيسيه نفسها فين، في دولة ايه مثلا، زي القطري مثلا في قطر. الاداره الرئيسيه الرئيس ليها بقى، رئيس الاداره نفسها اللي هو رئيس البنك نفسه. مثلا كيو ام بي ليه رئيس في مصر هنا اللي هو كيو ام بي ايجيبت، وفي كيو ام بي قطر، وفي اللي هو الرئيسي، فاحنا لازم كل ده نبقى عارفينه. تمام زي الفل كده. انا خلاص البيرسونال بالنسبه لي انا قفلت كل حاجه تخصه. نعمل زي سمري ليه كده: tell me more about yourself, your strengths, your weakness, difficult situation, الجوب ديسكريبشن، ويسالني على البوزيشن نفسها وتفاصيلها، عدد فروع البنك، عدد مكانات البنك، المدير التنفيذي للبنك، ارباح البنك، والاداره الرئيسيه نظامها ايه، وعدد فروع البنك. كل ده لغايه دلوقتي ممتاز جدا، انا كده مغطي كل حاجه. عملت ايه بعد التخرج، تدريباتي، كده زي الفل. طبعا اسئله بقى متعمقه شويه مثلا زي التيلر دي، مثلا ممكن يسالني اسئله يقول لي مثلا ايه الفرق بين الشيك والكمبياله. تمام، فانت لازم تتعمق في البوزيشن بتاعك، البوزيشن اللي انت رايح عليه. هات اسئله من تحت الارض وفوق الارض على السؤال ده، على البوزيشن دي، عشان تبقى رايح واثق في نفسك. تمام. ممكن يسالني ايه كمان، ممكن بصفه عامه برضو عشان نقفل حوار البيرسونال: ليه عايز البانكينج سيكتور؟ ليه عايز البانكينج سيكتور؟ ليه عايز تدخل البنك، عايز تخش المجال المصرفي ليه، القطاع المصرفي ليه؟ جهز الاجابه اللي انت بتحبها. انا راجل بحب الارقام، راجل بحب الديبت والكريدت، راجل شغوف بالمجال نفسه، حاسس ان المجال فيه استابيليتي وفيه استقرار، حاسس ان فيه ارباح كويسه وفيه فلوس، حاسس ان هو المجال ده انا شايف نفسي فيه، حاسس ان انا ممكن اخد سيرتيفيكيت قريب فيه. براحتك، رد الرد اللي تحبه، بس ليه؟ واي يو وونت جوين بانكينج سيكتور؟ انت ليه عايز تخش البانكينج سيكتور؟ رد بالرد اللي انت تحبه. تمام كده احنا ممكن نكون غطينا جزء كبير قوي من الاسئله في البيرسونال. وطبعا زي ما اتفقنا ده خاص بكل البنوك، انا مش فارق لي دلوقتي نوع البنك ايه. نروح بقى عند حاجه اسمها التكنيكال انترفيو. بعض بنوك اخرى يسمى فاينل انترفيو، وبعض بنوك اخرى يسمى بانل انترفيو. عربي افريقي بيسموه بانل، عربي بيسميه بانل. يبقى تكنيكال، فاينل، بانل انترفيو. ده بيكون بقى مع مين؟ ده بيكون مع حاجه من الاتنين: ده بيكون مع اريا مانجر، ده بيكون مع مدير منطقه، او بيكون مع هيد وفي الاداره اللي انت رايحها، او بيكون مع المانجر بتاعك المباشر في الشغل. تمام. في بعض البنوك بتخليك تعمله مع اريا مانجر مدير منطقه، وبنوك تانية بتخليك تعمله مع مدير اقسام في البنوك يعني في الاداره نفسها، او مع مديرك في الشغل، او في بنوك تانية بتخليك تعمله مع كوميتي، مع لجنه كامله بتتكون من 3 أو 4 افراد، ناس اريا مانجر او ناس هيدز هناك، او مانجرز، توب مانجرز هناك. تمام. اعرف انك المهم التكنيكال او الفاينل ده، اعرف ان انت هتعمله مع راس تقيله وخلاص. تمام. فانا طالما هعمل مع راس تقيله يبقى لازم اجهز للراس التقيله دي. حلو جدا. طب بنجهز للراس التقيله دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا خليك عارف انك انت كده كده كل الاسئله اللي احنا قلناها في البيرسونال، all questions اللي موجوده في البيرسونال انت هتصمها لي تاني يا باشا. دي معانا اساسي، ده جزء اساسي كده معانا. كل الاسئله اللي كانت في البيرسونال انت هتسال فيها تاني، اللي هي tell me more about yourself, your strengths, your weakness. عايز تخش البانكينج سيكتور ليه؟ قول لي difficult situation. عملت ايه بعد التخرج؟ عملت ايه في شغلك القديم؟ سبت شغل why you leaving؟ ليه سبت شغلك القديم؟ leaving your previous work.
ليه سبت شغلك القديم؟ برضو من الاسئله المهمه قوي دي. هتقول له يعني looking for a suitable environment، ببحث عن بيئه مستقره اكتر، يكون فيها هدوء اكتر، يكون فيها تقدير مادي اكتر. ولا عيب ولا غلط انك تقول كده. ببحث عن بيئه اطور فيها نفسي اكتر. حسيت ان انا خلاص البوزيشن دي او المكانه دي خلاص انا اديت فيها كل اللي انا عايزه وخدت منها المعلومات اللي انا عايزها، فاقدر اروح مكان تاني. جالي اوفر افضل. رد الرد اللي انت تحبه او بالاسلوب اللي انت تحبه. تمام. لغايه دلوقتي احنا مغطيين جزء كبير من الاسئله وكل التوقعات اللي ان شاء الله ممكن تجيلنا. حلو جدا. طب احنا لغايه دلوقتي خلصنا جزء البيرسونال مع جزء التكنيكال اللي هي السؤال ده كمان ممكن يسالوني في ايه. في شويه بس نوتس الاول لازم اكون حاططها لك وتبقى عارفها. في بعض البنوك زي الاهلي المصري MBA التكنيكال انترفيو بيتميز هناك بميزه صعبه جدا، ان هو تنح. يعني مفيش حد دخل الانترفيو ده غير لما جه قال لنا احنا اتعرضنا اتعرضنا لحاجات مش كويسه هناك يعني. فهو تنح. فانا خليني متقبل اللي هو تنح، عكس مثلا التعمير والاسكان. ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم التوم مانجرز هناك لذاذ جدا. اللي اتقال لنا هناك اللي هم ناس زي العسل يعني. الناس دي مظبوطه. MBA طبعا على دماغنا وكل حاجه، بس اللي اتقال لنا ان هو تنحي هناك. فانت خليك متدارك وعندك ادراك كامل نفسي انك رايح تتعرض لناس هيضغطوك نفسيا في الاسئله، هيتكلموا معاك بتعالي، هيتكلموا معاك باسلوب مش كويس. خليك مجهز الخطه دي دايما. انا رايح الانترفيو ده والناس اللي هناك دي عايزه تطلع اسوأ ما فيا. هو راجل مش هيشخصنها معاك، هو ما يلزموش. هو عايز بس يحطك تحت بريشر جامد قوي وضغط جامد قوي. هيشوفك بقى هتشتم، هتغلط، صوتك هيعلى، هتتعصب، عينك هتدمع. هيشوف ده كله في نتيجة معاملته ليك. تمام. فانت خليك عارف ان ده طبيعي جدا. المعاملة هناك ممكن تبقى قاسية، ممكن يبقى فيها اسلوب من التطاول، ممكن عادي. كل ده طبيعي جدا. اعرف ان ده طبيعي. مفيش حاجة حد مشخصنها معاك ولا حد يعني مستقصدك. تمام. يبقى انا عارف ده. انا اللي يلزمني فيه ان انا راجل يكون معايا داتا كويسه واقدر ارد. غير كده فكك بقى، انت بقى اتعامل باسلوب ما تعاملش. انا راجل قاعد بابتسامتي بابتسامتي الحلوه وقاعد باصص لك وزي الفل يا باشا، ولا فارق لي اي حاجه. المهم انا بالنسبه لي الراجل معايا داتا، اعرف ارد. طالما بعرف ارد عليك يبقى انت ما يلزمنيش بقى، فكك مني بقى. هرد عليك خلاص، فكك، ما يلزمنيش حاجه تانية. يبقى الرد بالنسبه لي يكون معاه داتا كويسه ومجهز نفسه واقف على الارض صلبه. يسال بقى يتعامل وحش يتعامل حلو، انا راجل قاعد بابتسامتي وبرد عليك زي الفل زي الفل. تمام. ممكن كمان يسالني ايه. كده كده خلصنا جزء البيرسونال. وسبت شغلك القديم ليه؟ ليه عايز البنك بتاعنا؟ عايز مثلا MBA. ليه عايز البنك الاهلي؟ طبعا تكون قارئ بقى عن البنك نفسه وعن تاريخ البنك نفسه ومميزات البنك نفسه. واحد من اكبر البنوك المصريه، ده خد جايزه كذا، ده كفايه، ده شرف ليا، ده انا هتعلم فيه كتير قوي، ده كان حلم من احلامي. يعني تكون قارئ عن البنك ومميزات البنك. وده طبعا هتلاقيه على الويب سايت بتاع البنك. يعني مميزات البنك او ليه عايز تخش البنك ده هيبقى الرد عليها من على ويب سايت البنك برضه. وانت بتلم الداتا اللي انت بتقول معلومات عن البنك، بس بصيغه اللي هو ايه، لا ده يكون شرف ليا ان اخش البنك، ده كان حلم من احلامي. وبجد ده بيئه من اكثر البيئات المستقره في مصر واكيد ده مدرسه هتعلم منها يعني ايه بانكينج سيكتور ويعني ايه قطاع مصرفي والصناعه المصرفيه. زي الفل زي الفل. ماشي تمام. ممكن يسالني ايه كمان. لغايه دلوقتي احنا ماشيين زي الفل. ممكن بقى تفاصيل اوفر بقى عن البوزيشن. مثلا يقول لك انت كتيلر لو انت مثلا غلطت وحولت فلوس غلط هتعمل ايه؟ قول له مبدئيا هعترف بغلطي، ثانيا هرجع لمديري واشوف الاجراء الصح اللي المفروض يتاخد. يقول لك انت ممكن تعرض المساءله القانونيه، ممكن تعمل كذا، ممكن. قول له تمام انا عارف اكيد، عشان كده انا مقدم للشغلانه دي وواثق في نفسي وواثق في قدراتي وعارف ان انا ان شاء الله ربنا هقدرني وي 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 وي. زي الفل زي الفل. ممكن يجي يسالك بقى يقول لك احنا اوقات بنروح الساعه 9، اوقات نروح الساعه 10. قول له عادي، انا عندي فلكسبيليتي في الحته دي وعارف ان البنوك ممكن تاخر عادي، خصوصا في تقفيل السنوات وكده، وخصوصا ايام الضغط عادي خالص. تمام. تمام كده احنا بنحط كل الاسئله الرخمه اللي ممكن تتقال لنا.
هتعمل ايه لو عميل زعق لك؟ طبعا هحاول احتويه على قد ما اقدر، افهم مشكلته ايه واسمعه باستفاضه بدون ما اقطعه، اخش على سيستم البنك واشوف افضل اجراء اخده واحاول اعوضه وارجع لمديري. زي الفل. زي الفل. ممكن مثلا لو اتكلموا معانا انجلش وقال لك كمل انجلش كمل انجلش، كمل عربي كمل عربي، شوف هو عايز ايه وكمل معاه. تمام. سالني انجلش، ده بصفه عامه بقى، سالني انجلش ارد انجلش، سالنا عربي ارد عربي، قال لي كمل انجلش هكمل انجلش، قال لي كمل الماني هكمل الماني، شوف هو عايز ايه واعمل اللي هو عايزه. تمام تمام. ممكن ايه كمان كده دن. على ما اعتقد اوقات بيتريقوا على الانجليش، على الاكسنت بتاعك. مثلا لو قلت كلمه مثلا بنطق غريب شويه هتلاقيه بيتريق عليك، او هما بيتريقوا وبيضحكوا مع بعض، عادي مفيش مشكله خالص، احنا مش رايحين نتخانق. تمام تمام. انا بحط لكم الافتراضات يعني الصفحه دي مهمه قوي. الصفحه دي مهمه قوي، كل اللي بيحصل فيها صدقوني بيحصل في كل البنوك، فصدقني بحط لك اسوأ الافتراضات وانت لازم تتعامل بالمبدأ اللي انا قلت لك عليه ده. تمام تمام. اخر جزئين بقى هيسألني بقى في جزئين كمان كده، انا خضيت كل الاسئله، تفاصيل البوزيشن كلها وكل حاجه خلاص. ممكن بقى نسألنا في جزئين اخر حاجه. البنك المركزي المصري مهامه، بيعمل ايه البنك ده، والفرق بينه وبين البنوك التانية، ورئيسه. البنك المركزي اهميته ايه، مهامه ايه، رئيسه بيعمل ايه، ومين رئيسه. تمام تمام. دي خلاص اتغطت. بيزكس اكاونتنج، هيسالني في اساسيات محاسبه. بعض زمايلكم اتسالوا في اسئله متقدمه شويه في المحاسبه، اللي عملوا خصوصا انترفيو في جنوب سيناء كانوا بيتواصلوا معايا وقالوا لي الامتحانات الاسئله هناك كانت ادفانسد قوي في جزء الاكونتنج ده. فبصفه عامه انت لازم تجهز نفسك في بيزكس الاكونت، كمثلا الناتشورال بتاع الاكونتس، طبيعه الحسابات، البالانس شيت نفسها والفاكتورز بتاعها والمين ايتمز بتاعها. البالانس شيت بتتكون من ايه، هي والانكم ستيتمنت، قائمه الدخل، المركز المالي وقائمه الدخل لازم نركز عليهم كويس قوي. يبقى كده بالانس شيت، انكم ستيتمنت لازم نعرفهم قوي، ونعرف خصوصا اللي للبنوك فور بانكس، اصل هي بتختلف. القوائم الماليه للبانكس تختلف عن الناتشورال او النورمال فاينانشال ستيتمنت. تمام. طبيعه الحسابات، الميزانيه، ونتكلم بصفه عامه عن الاكاونتنج، مبادئ الاكاونتنج سواء مبدا الاستحقاق او مبدا كاش اكاونتنج او الاكرول بيزك. فانت شوف دنيتك في اساسيات المحاسبه بصفه عامه، طبيعه حسابات، قوائم الماليه، الاكاونتنج سايكل نفسها، بعض الناتشرال اوف اكاونت اللي هو طبيعه الحسابات نفسها. فانت اللي يلزمني كلها البيزكس بتاع الاكاونتنج، انت ما تخشش من غيرها، لازم تاكد عليها كلها، اللي هي تعتبر سنه اولى في اغلب الكليات. تمام. ده بالنسبه لي مرجع شامل ليك لكل البنوك المصريه، سواء بقى بيرسونال انترفيو، فون انترفيو، تكنيكال انترفيو. انا راجل هذاكر كل ده، هركز اكتر حاجه على الجوب ديسكريبشن والوظيفه بتاعتي انا رايح اعمل ايه وقد ايه، واركز قوي 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 في ده، عشان صدقوني يعني الفيديو هيفيدك جدا. يعني الفيديو كل المعلومات فيه مهمه جدا ومن تجارب حقيقيه الناس. حته اخيره بس عايز اضيفها، طب انا لو ما كانش عندي بوزيشن، يعني انا لسه ما تحددليش البوزيشن، الدنيا بيبقى فيها ايه؟ لو انت مش محدد لك البوزيشن بتروح بقى على حسب طريقتك وكده. بس انت لو اتسالت تقول له مثلا عايز اخش كاستمر سيرفيس او عايز اخش اوبريشن، وابعده خالص عن التيلر عشان هي صدقوني متعبه ومقرفه. فاتكلم عن عنهم بقى، اقول له انا يعني عايز اخش كاستمر سيرفيس واتكلم عنها، عايز اخش اوبريشن واتكلم عنها، عايز اخش تيلر بس اتكلم عنها. المهم ان انا اكون لو بصفه عامه ان جنرال، انا راجل لسه ما عرفتش انا عايز بوزيشن ايه، انا ذاكر اغلب البوزيشنز واعرف كل الادارات نظامها ايه والبنوك فيها بوزيشنز ايه متاح، واتكلم عنهم بصفه عامه، بحيث لما اجي اقول له انا عايز كذا يبقى هعرف اتكلم عنها. تمام. يبقى اتكلم عن اكتر من بوزيشن لو انا في حاله انا ما تحددليش بوزيشن. تمام. كده الفيديو بتاعنا خلصنا كل الافكار اللي ممكن تجينا وكل الاسئله. اتمنى بجد الفيديو بقى يكون عجبكم. ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لنا سبسكرايب ولايك حلو زيك،
وتسيب لنا كومنت حلو. واتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. وكان معكم محمد رضا من قناه اكونفاي.